بسم الله. نبدأ بالفيلم ولا تنسوا الصلاة على النبي. السفينة الفضائية في مهمة إلى تيتان، أحد أقمار زحل. رائد الفضاء جي إن بيصحى في كبسولة السبات وبيحس بالضعف بعد النوم الطويل. الأدوية ليها العديد من الآثار الجانبية وبيحتاج جون شوية وقت عشان يتعافى. بيتم تحيته من قبطان السفينة فرانكس اللي بيأمر جون ياخد حمام وبعدها يطلع على الجسر عشان يناقشوا الخطوات الجاية. بالإضافة لقبطان فرانكس بيتم استقبال جون من زميله ناش. مع بعض الرجالة بيتفرجوا على رسالة من مركز التحكم في المهمة وبيتلقوا تعليمات جديدة. لازم يعملوا فحوصات روتينية للمعدات ويستعدوا للتسارع الجاذبي. بيحاول جون يلتقط أنفاسه، لكن المرة دي بيحس إنه أسوأ. بيعاني من صعوبة في الأكل وبيعترف لناش إنه مش قادر يفتكر اسم عيلة زوي حبيبته. مع دخول الليل بيقدر جون يفحص كل المعدات. بيسجل رسالة رد لمركز التحكم في المهمة، بيبلغ عن الوضع وبيستعد لدور ثبات تانية هتستمر 3 شهور كمان. بيتم حقن مادة خاصة في مجرى دم رائد الفضاء وعينه بتتقفل ببطء. بتغمره ذكريات من الماضي، وعلى مدار ال3 شهور الجاية بيكون في نوم عميق. عملية الاستيقاظ روتينية مع تعرض جون للأعراض المعتادة وهو مستني جسمه يتعافى. بعد وجبة دسمة بيقضي رائد الفضاء شوية وقت على عجلة التمارين مستعد للشغل، لكن بشكل غير متوقع بيسمع صوت مألوف. الصوت بيبان إنه صوت زوي جاي من مكان قريب. بيمشي جيم في الممر وبيعدي عبر السفينة الفضائية الفاضية. مفيش حد تاني لسه صاحي من السبات العميق، وجي إن بيحس بعدم الارتياح. خوفه بيتزايد لما جزء من هيكل السفينة فوقه بيبدأ ينهار. بيحاول جون يفهم إيه اللي حصل، لكن قطعة معدن بتنخلع وبتخبطه وبيفقد الوعي. القبطان فرانكس وناش بياخدوا زميلهم المصاب وبيقدموا له المساعدة الطبية. بمجرد ما بيحس جون بيتحسن، القبطان بيأمره يروح الحجرة الفنية عشان يشوف سبب العطل. تحت الهيكل بيلاقي جون لف كبير وخدش عملاق غريب، لكن اللقطات اللي بيراجعها ناش من الكاميرات مش بتوفر أي إجابات. مفيش أي أجسام قربت من السفينة في الساعات اللي فاتت. كمان الخدش مش مسبب أي مشاكل خطيرة، كل الأنظمة لسه شغالة بشكل طبيعي. القبطان فرانكس بيسيب مرؤوسيه وبيأمرهم يبلغوا الأرض بالوضع. هو نفسه بيتوجه لموقع الضرر عشان يفحصه تاني. ناش بيحاول يقنع القبطان إنه يلغي المهمة ويرجع الأرض، لكن فرانكس بيرفض يكسر البروتوكول. مفيش سبب حقيقي يخليه يعمل كده، لأن كل الأنظمة لسه شغالة بسلاسة. رواد الفضاء بيتجمعوا عشان ياخدوا قرار مشترك، لكن الصراع بيزيد. ناش بيبدأ ينهار، مصر إن استمرار المهمة خطر جدا، لكن القبطان ثابت على موقفه. لو مفيش أوامر جديدة من مركز التحكم في المهمة هيكملوا طريقهم لتيتان. ناش بيحاول يقنع جون يشتغل معاه. هو مقتنع إن النظام هيفشل في الآخر، وساعتها مش هيكون عندهم فرصة ينقذوا نفسهم ويرجعوا الأرض. محادثتهم بتتقطع لما القبطان بيناديهم على الجسر. بيعترف إنه سامع كل كلام ناش ومش مقدر محاولاته لنشر الذعر. فرانكس بيحاول يهديه وبيفكروا بالعواقب اللي ممكن يواجهوها لو عصوا الأوامر، وبينصحهم يركزوا في شغلهم. رغم أوامر القبطان، ناش بيستمر في إقناع جون. بيطلب منه يضبط دورة السبات على 89 يوما بدل 90 عشان يصحوا قبل القبطان ويغيروا المسار للأرض. جون مش عاجباه الفكرة ومش عايز يبقى جزء من تمرد، لكن لما ناش بيحكي له عن سفينة تانية دمرتها قرارات قيادية غلط، جون بيوافق يفكر في الموضوع ويدي إجابة بعد ما يصحوا. جون بيغرق في النوم تاني، مسترجع لحظات سعيدة مع زوي. لكن المرة دي الدورة بتكون أقصر بكتير من المعتاد. ناش بيطالب صديقه بإجابة بسرعة عشان يحولوا السفينة للأرض، لكن جون لسه مش متأكد. بيدرك إن عقله مشوش وإنه مش حكيم ياخد قرارات مصيرية في الحالة دي. بيشوف المشتري من الشباك، وده بيعزز شكوكه. هما قريبين جدا من وجهتهم. ده بيخلي ناش يفقد أعصابه وبيحصل بينهم جدال عنيف. القبطان فرانكس بيتابع المشهد كله. بعد ما عرف بخطتهم عدل هو كمان جدول نومه وصحي بدري عشان يمنع التمرد. فرانكس بيبعت ناش يتأكد من الأنظمة تاني، ولما ناش بيكون غايب القبطان بيدعو جون يشرب حاجة عشان يقيس مزاجه. بيطمن جون إنه لو لقى سبب قوي هيلغي المهمة، لكن دلوقتي لازم يفضلوا مع بعض وينفذوا الأوامر. خطة ناش بتدفعه لحافة الجنون. بيعمل مشكلة كبيرة وبيقرر فرانكس يعفيه من مهامه ويكمل التسارع من غيره. جون بيحاول يبعد عن الصراع وبيتظاهر إن كل حاجة تمام،
لكن الخرق في الهيكل لسه شاغل باله، وبيشوف كوابيس إنه بيتسحب لفراغ الفضاء. رغم مخاوفه بيتجاهل طلبات ناش وبيتوجه للجسر عشان يستعد للتسارع. الفريق بيستعد للاقتراب من المشتري. جون بيحدد الإحداثيات وبيشغل المحركات القوية اللي هتاخدهم لتيتان. التسارع بينجح والسفينة بتدخل المدار اللي هيوصلهم لتيتان، لكن ناش لسه مقتنع إنهم بيعملوا غلطة كبيرة. جون مش متأكد بالكامل إن القرار صح، لكنه بيحاول يشغل نفسه عن التفكير فيه. بيقرر يراجع المعدات تاني، وبيحصل شيء غريب. أحد أجهزة الراديو بيبعت إشارة مش معروفة. الطاقم بيحاول يفهم التفسير، وكلهم مصرين إن جون ممكن يكون ضغط على زر بالغلط. عشان ينهي المناقشة، فرانكس بيأمر رواد الفضاء بالاستعداد لدورة سبات تانية. لكن المرة دي الخروج من السبات بيكون تحدي حقيقي. جون بيقع على الأرض منهك تماماً. بيحاول يتعافى، لكن مع استرجاع جسمه لقوته عقله بيعاني بشدة. بيستمر يشوف زاوية في كل مكان. القبطان فرانكس بياخد باله من الحالة الغريبة لمرؤوسه. بيقول لجون يتحلى بالهدوء ويدرك إن كل ده مجرد خيال. زوي مش هنا، ومش ممكن تكون على السفينة. اكتشف أول علامات المشاكل. بدأ خرج الطاقة من المفاعل يزيد. هو مش متأكد لو ده ليه علاقة بالثقب اتش، بس لو استمر كده ممكن محرك المركبة يبوظ. ناش تاني مرة بيحاول يقنع صديقه إنه يسمع منه ويرجع المركبة. بيفكر جون بيزوي وبيقول له لو مرجعوش دلوقتي هتلاقي صاحب جديد بسرعة. قبطان فرانكس سمع كلام الرجالة تاني وطلب منهم يجوا للجسر عشان يتكلموا جد. حد استخدم كلمة مرور ناش عمدا عشان يوقف المحرك. القبطان مش هيتحمل تصرفات ناش أكتر من كده. المرة دي سحب سلاحه عشان يوري الخائن مين القائد في المركبة. فرانكس طلب من رواد الفضاء يرجعوا لكبسولات السبات بتاعتهم علشان ما يبقاش في تخريب تاني. لكن لما جسم جون بدأ يستقبل الدواء، شاف اللي القبطان بيعمله في زمايله. ما كانش عنده وقت يوقف الجريمة. عينيه قفلت. بعد أسابيع لما دورة النوم خلصت، جون حاول يفهم لو ده حصل فعلا أو كان مجرد حلم. دخل الممر، لكن مفيش حد من زمايله حواليه. فرانكس ظهر فجأة واطمأن جون إن ناش بخير، بس هيفضل في السبات لحد ما المهمة تخلص. القبطان طلب من جين إنه ما يعقدش الأمور ويتصرف طبيعي. هما محتاجين يكملوا المهمة ويوصلوا لتيتان، لكن لو احتاج الأمر هو هيستخدم سلاحه عشان يمنع أي تمرد تاني. علشان يساعد جون يهدأ، فرانكس قال له الحقيقة عن السفن التانية اللي ناش كان بيحكي عنها. حالف إن المجنون حرف الحقائق، وفي الحالة دي القبطان ما كانش غلط، الطاقم هو اللي ضيع نفسه. جون اعترف بتردد إنه كان غلط ووافق يكمل مع بعض. القبطان كلفه يفحص المعدات ويرجع يتصل بمركز التحكم على الأرض. وأثناء شغله ذراع جون اتحسست وحاول يفحصها بنفسه، لكن في لحظة بنت له يد وحشية. أول ما الرؤية اختفت سمع جون صوت زوي تاني، لكنه فهم إن ده كمان هلاوس ومردش. بدل كده قرر يناقش الخطط المستقبلية مع القبطان، لكن فرانكس بدأ فجأة يتكلم عن علاقة جون بحبيبته. القائد طمأنه إن رومانسيته مش حقيقية، كانت مرتبة عشان يقنعوه يشارك في المهمة. الحديث المزعج خلى جون يروح للورشة عشان يركز في شغله. الأفكار والذكريات المزعجة ما خلتش جون يركز، لكن فجأة الإذاعة اشتغلت وسمع صوت المرسل. حاول يبلغ عن اللي بيحصل، لكن الاتصال كان بيقطع وما قدرش يسمع رد. فرانكس طلب من جون يجي للجسر، طلب يعرف هو كان بيعمل إيه، ولما سمع عن المحادثة مع هيوستن أكد إن ده كان هلاوس تانية. القبطان أمر جون يرجع للكبسولة بتاعته ويرجع ينام، لكن المرة دي أعصاب جون اتقطعت. طلب من فرانكس إنه يصحي ناش ويثبت له إن صديقه بخير. استغل فرانكس لحظة وهاجم جون وحاول يجبره يدخل الكبسولة، لكن جون قدر يفلت. حصلت معركة بين الرجالة. جون أقوى، لكن مش قادر يكسب المعركة بعقله زي ما عمل مع القبطان. جون وصل للحاسوب المركزي علشان يعرف فين ناش وإذا كان عايش. أثناء ما كان بيكتب الطلب كان لازم يصد فرانكس، لكن في النهاية الحاسوب بدأ يبحث عن رائد الفضاء. الإجابة كانت صدمة. البرنامج أكد إن ناش عايش وعلى الجسر زي جون وفرانكس، لأن التلاتة اسمهم واحد، القبطان جون فرانكس ناش. جون فهم إنه كان لوحده طول الوقت، رفقائه كانوا خيالات من خياله بسبب الأدوية. جون فقد آخر قوته ومش عارف يعمل إيه بعد كده. رجع للورشة وهو ماسك المسدس. حاول يتواصل مع مركز التحكم تاني،
لكن لفترة طويلة كانت الإذاعة ساكتة. أخيراً واحدة من الراديوهات اشتغلت وسمع جون صوت زوي. قالت إنها في مركز التحكم على الأرض وكانت مدعوة تتكلم معاه. زوي أكدت له إن الأدوية كانت قوية جداً وخلت دماغه تتلخبط، لكن ده مش أسوأ جزء. البنت قالت له مفيش مركبة فضائية، طول الوقت ده هو كان جزء من تجربة تانية تحت الأرض. الكواكب والنجوم كانت محاكاة، وكمان الإحساس بالطيران، لكن الزلزال كان حقيقي، دمر جزء من النفق. زوي طلبت منه يجمع قوته ويساعدهم ينقذوه. علشان يعمل كده جون لازم يضغط الهواء في مخزن الحمولة ويغادر المركبة. طمأنته إن في ممر تحت الأرض هيخليه يوصل للسطح. القبطان فرانكس ظهر تاني ورا الجون محاولا منعه. قال إن صوت زوي ده هلاوس تانية، وإن الكلام عن الأنفاق والزلازل ده خيال دماغه عشان يفسر الوضع. فرانكس قال له لو ضغط الهواء في مخزن الحمولة كل اللي بره هو فراغ الفضاء واللي هيسحبه جواه ويموت. جون تردد شوية، لكن صوت زوي خلاه قوي. ما سمعش القبطان وفتح القفل. في البداية بدأ إن زوي كانت صح. جون لقى نفسه في ممر وسمع صوتها قريب. مشي تجاه النور مستني يوصل للسطح، لكن الفضاء ابتلع جسمه وسحبه للفراغ. أو هل ده كان هلاوس برضه؟ كده الفيلم انتهى.